ازاي بتحافظ على ان انت تبقى دايما موتيفيتد؟ ما فيش حاجه اسمها موتيفيشن يا جماعه انا الموتيفيشن بتاعي انا بحب اللعبه. ما تجيش عند الغلطه وتمسك فيها وتقول حياتي باظت يعني انا بحترم اجابتك بس هي الناس مختلفه. رايي الشخصي انا مش بعيد عن اللي انت بتقوله بصراحه. انت شخص ليك ايدنتيتي وكروسفيت دي حاجه انت بتحبها بس انت مش كروسفيت. ايه اللي خلاك تقول انا محتاج منتل كوتش؟ يعني في مليون حاجه. المخ على فكره من اصعب العضلات اللي ممكن الواحد يشغلها. علمتك ايه الكروسفيت؟ الحياه ما بتوقفش، كله بيعدي. ولو انت عايز تبقى كويس في لعبه انت محتاج تعيش. لو انت مش عارف انت بتعمل كده ليه هترمي الفوطه زي ما بيقولوا. الرياضه دي عشان تلعبها محتاج معاك ايه؟ انت كنت بتقفل الحلقه؟ يعني ممكن افتحها تاني؟ اتفضل. اهلا بيكم في حلقه جديده من MTC بودكاست. زي ما وعدناكم دايما بنحاول نجيب اثليتس معانا نتكلم عن مواضيع رياضيه. بنحاول نشوف الرياضه في مصر محتاجه ايه عشان نرتقي بالحته بتاعتنا الصغيره وهي المنتال كوتشنج للرياضيين. النهارده معانا لعبه محتاجه صلابه ذهنيه جامده جدا. قدرنا هي لعبه جديده ما بقالهاش كتير بس معانا واحد من ابطالها اللي بقاله اكتر من 8 سنين توب ليفل في مصر ويمكن يقعد ليه كمان رانك ما شاء الله على مستوى الشرق الاوسط وعرب وافريقيا. مظبوط. وعرب وافريقيا. ومساء الفل عليك يا قاضي. مساء الفل يا شريف. معانا مين النهارده يا قاضي؟ معانا النهارده عبد الرحمن عبد الله كافيو. بطل مصر في الكروسفيت، بطل مصر وبطل العرب بطل افريقيا. ومش بس كده هو كمان فاوندر اند CEO اوف هيت جيم. مشرفنا ومنور. يعني انترودكشن خطيره يا جماعه. شكرا. متحمس متحمس قوي ان انا موجود النهارده معاك. احنا اكتر. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله زي الفل. اولا مشرفنا ومنورنا حبيبي. حقيقي. الحاجه الثانيه خلينا نبدا كده. اشرح لنا او اشرح للناس ايه هي الكروسفيت وليه الكروسفيت. هي كروسفيت عباره عن كروسفيت از سبورت. هي عباره عن لعبه بتجمع ما بين الكارديو فاسكولار ريسبيراتوري او النفس. اوكي. التمارين اللي فيها نفس. الكلام الكبير ده. ما انا هحاول ابريك داون يعني هحاول اقلل برضه. يعني فيها كارديو ريسبيراتوري، فيها جيمناستكس اللي هي حاجات البودي ويت، وحاجات اللي هي ويت ليفتنج الحاجات اللي هي اوزان او بتقيس القوه. فهي ميكس بينهم بقى. اوكي. فانت زي ما بنقول في كروسفيت دايما انت كينج اوف جاك اوف ايفريثينج كينج اوف نوثينج. ده اللي بيكسب. مش المتميز في لعبه واحده من الثلاثه دول بل الجاك اوف اللي هو الافريج في الثلاثه اللي بيعرف يعمل الثلاثه بشكل جيد مش بشكل بالزبط. ممتاز في واحده منهم. بالظبط كده. ده دايما بيبقى عنده تشانسز اكتر ان هو يبقى بطل في اللعبه دي. الكارديو ريسبيراتوري دي الحاجات بقى اللي فيها جري، روينج، تأديف، عوم، نط حبل، عجله. أوكي. يعني اي حاجه نفس. حلو. نقدر نقول كده. حلو. الجيمناستكس البودي ويت اللي هي الحاجات اللي فيها ازاي بتتحكم في جسمك من الاخر. ازاي بتتحكم في جسمك، ازاي بتحركه بدون عوامل خارجيه. زي ضغط، عقله كنا بنسميه زمان سويدي. ضغط، عقله تمشي على ايدك، تطلع على الرينج. حاجات اللي هي اللعبه اللي بنشوفها في الاولمبيكس اللي هي بتاعت الجيمناستكس دي. اوكي. حاجات سيمبل شويه عنها وبتادفانس فيها يعني. والحته الاخيره اللي هي الويت ليفتنج او رفع الاثقال. مهم مش شرط ويت ليفتنج، ممكن تبقى اولمبيك ويت ليفتنج اللي بنشوفه في الاولمبيكس بمناسبه الاولمبيكس يعني كانت لسه شغاله اللي هي كلين جيرك، كلين اند جيرك وسناتش. والحاجات اللي هي فيها بقى اتلس ستون، حاجات بتاعت ساند باج كاري زي كده، سترونج مان، حاجات السترونج مان، والباور ليفتنج بنش ديد ليفت، حاجات كلها. اوكي. فحاجات ازاي بتتحكم في اللود الخارجي. فهي عكس الجيمناستكس بس بتجمع ما بينهم بقى. والرياضه هي في الاخر مكون ما بين الثلاثه دول. ما بتخرجش بره الثلاثه دول. ما بتخرجش بره الثلاثه بس الثلاثه دول بحر يعني. في الموضوع دايما أوكي. في حاجه جديده تتعلمها، دايما في حاجه كتير تتطور فيها. ده السؤال الثاني اللي هو ليه كروسفيت. ليه كروسفيت بالظبط؟ ليه كروسفيت؟ عشان هي حاجه يوجوالي اي حد كان بيلعب لعبه وهو صغير يا بيبطل يا بيكمل فيها ويبقى تشامبيون. هي مفيش اوبشن ثالث يعني. لما بيبطل بيلاقي نفسه ان هو ما عندوش اوبشن غير انه يروح الجيم. ده كان طبيعي. والسبليتس المعروفه في الجيم، فبتلاقي الناس بتزهق، مفيش اي تشالنج بالذات الرياضي يعني. صح. الناس الرياضيه بتحب دايما يبقى في تشالنج، في حاجه بتلعبها، في حاجه بتشالنج ده ويتحسنوا فيها. واندلس، فاهم قصدي؟ موفمنتس اندلس، موبيليتي، تحسن من مدى الحركه بتاعك، كل حاجه بقى. فعشان كده الناس بتلعب كروسفيت وبتبقى مبسوطه فيها وبتلعب السبورت اوف كروسفيت وبتكمل فيها وتكمل بس كومبيتيشن. حلو قوي. انا اسمح لي هنا ما اعرفش جالي سؤال ان انت ان حد يبقى رياضي فهو لازم يكمل ويكمبيت ويكسب كويس. يعني المفروض المفروض لو انا بكمبيت لازم يعني.
ولكن الكروسفيت عند اغلب الاعم من الناس هي في الاخر ورك اوت، يعني هي حاجه انا بروح اعملها، انا مش بتنافس ولا انا داخل بطوله، بس انا لا بس مشترك او صح. بس احنا محتاجين نفهم برضو، لان من كافيو ان مع طبعا تقديري الديفينيشن ده التطور الطبيعي للحاجه الساقعه كان جيم واسمه بالظبط. سويدي، وشكرا اللي انت بتشرحها بطريقه سيمبل عشان الناس اللي بتسمعنا تفهم ده. بس ده ما محدش يقدر ينكر ان النهارده الكروسفيت كرياضه ليها بطولات طبعا. وليها رانكينج. فاحنا عايزين نعرف اصلا بقى من كافيو، ما ترجع لنا كده بالزمن ورا، هو مين اللي عملها؟ العمل يعني هي شركه اه تأسست من واحد اسمه جريج جلاسمان، عملها سنة 2007 2000 والكروسفيت جيمز نفسها اللي هي اللعبة اللي احنا بنتكلم عليها أول مرة اتعملت كانت 2007. اوكي. فكده احنا بقالنا قصدك ايه بتعملت؟ أول بطولة اتعملت عالمية كانت 2007. أوكي. البطولة متقسمة ل3 حاجات دلوقتي أو 4 حاجات، 4 ليفلز زي ما بنقول. الكروسفيت اوبنز، تمام، أو اللي هو المسابقة اللي كل الناس ممكن تلعب، تريجستر وتلعب فيها. حلو. بعد كده الكورتر فاينلز اللي هي المستوى اللي بعدها، وده بياخدوا 10% من احسن ناس في القاره بتاعتك. تمام. ففي تصفيات كمان، في تصفيات اسمها كورتر فاينل اللي هي الربع النهائي. اوكي. بعد كده السيمي فاينل اللي هو النصف النهائي، بياخدوا 30 واحد في قاره زي افريقيا يروحوا يلعبوا من ال 10% اللي تأهلوا قبل، من ال 10% اللي قبلها. اوكي. 30 واحد دول احسن 30 واحد في افريقيا كلها، بيلعبوا في حته معينه. تمام. وبعد كده بياخدوا من كل قاره مختلفه، فهنتكلم على افريقيا بياخدوا واحد بس، ولد وبنت وتيم، يلعبوا بقى كروسفيت جيمز اللي هي في الامريكا. دي بقى اللي هي المرحله النهائيه. اوكي. وبياخد واحد بس او اتنين من افريقيا كلها؟ افريقيا عشان عدد المتسابقين فيها لسه، طبعا افريقيا اللعبه فيها جديده زي ما انت قلت، وعدد المتسابقين فيها قليل، فهي بيحسبوها بعدد المتسابقين. طب لو تسمح لي اسالك سؤال، يعني لو النهارده افريقيا بيتاخد منهم 1-2، بيتاخد من اسيا قد ايه؟ بيتاخد من امريكا قد ايه؟ اسيا بياخدوا منها 2 برضو. اسيا تاني حاجه بياخدوا منها 2. برازيل بياخدوا منها 3 تقريبا او 2، انا مش متاكد، بس طبعا اكتر من افريقيا لان برضو عدد المتسابقين هناك، او امريكا الجنوبيه يعني كبير جدا. اوكي. اوروبا بياخدوا منها تقريبا 10 طبعا عشان اوروبا قويه وعدد المتسابقين كبير جدا. امريكا بقى الباقي، يعني امريكا بتاخد منها بس تقريبا 10 و10، امريكا وكندا يعني 20. بس هو منطقي عشان هي نسبه وتناسب أيوة. مع اعداد يعني المتقدمين. يعني امريكا بتحتل مثلا 50% من البلايرز بيبقوا من امريكان والباقي من بره. دي حقيقه. اوكي. امريكا هي المين يعني. انا كان قصدي هنا في استراليا كمان، انا اسف، في قاره استراليا بياخدوا منها برضو 2 تقريبا او 3 مش متاكد. انا كان قصدي هنا مش هقول ان هي مش رياضه تنافسيه، لا بالعكس، هي رياضه تنافسيه، ولكن مش ده المعتقد الشائع عند الناس. يعني انا بروح اي بليز كروسفيت، انا مش بتنافس فيها، انا ممكن يبقى ده الورك اوت بتاعي. امتى انت حصل لك التحول ده بتاع لا والله انا هخش الرياضه دي مش عشان امارس، لا انا هخش عشان انافس؟ ايوه، انا كنت بلعب بكروسفيت مبدئيا. انا اقول لك انا بدات كروسفيت عشان اتحسن في كره القدم يعني الكوره، ده كان السبب بتاع ان انا ابدا كروسفيت. ف لان هي كانت حاجه ايه ده، بتتفرج تلاقي الناس اثليتيك قوي، بتجري كويس، بتشيل اوزان حلوه، فاهم قصدي؟ كان معتقد عامه مش احسن حاجه، بس ده كان ساعتها. ومن هنا بقى جالي اصابه اللي هي في عضله الضمه، وما كنتش عارف اخف منها. زمان ما كانش فيه برضه النولج زي دلوقتي. الضمه كمان اصابه رخمه، الضمه بقى زي ما رخمه جدا، ما كنتش بعرف اركب العربيه يعني. فمن هنا بقى ابتديت اللي هو ايأس من الكوره زي ما تقول، والعب كروسفيت. ولما ابتديت العب كروسفيت في الوقت ده كان متزامن مع ان انا صيدله، فكنت بشتغل في شركه ادويه، وفي الوقت ده جالي اوفر في شركه ادويه في البحرين. اوكي. فقلت اروح اشوف الاوفر، مع ان كنت ساعتها بدات هيت يعني. بس كان لسه سنه كام يا كافيو؟ 2014. اوكي. بس كان لسه جديد، فقلت طيب فرصه جامده. طبعا البحرين اوفر قوي جدا ساعتها يعني، رقم يعني بالنسبه لدلوقتي طبعا كان زماني بجيب فيلا كل سنه 4 ايام. كل. فرحت واشتغلت في الشركه هناك، وانا هناك اشتغل في الشركه رحت الجيم بتاع كروسفيت عشان اتمرن. اوكي. فتعرفت على واحد اسمه احمد الشرف وماجد الشرف، ناس ماجد كان من توب اثليتس في البحرين، واحمد الشرف من احسن الكوتشز الموجوده في الميدل ايست. وهو بيكوتش حتى في يعني السيرتيفيكتس بتاعت كروسفيت عامه، هو بيدي واحد منهم. اوكي ما شاء الله. فقوي جدا. عمل لي منتل شيب يعني، قعدت معاه كتير. وماجد كنت بتمرن معاه كتير. فمن هنا دخلت مسابقه اللي هي الاوبنز، كانت اول مره اخشها تقريبا، وطلعت فيها التاني بعد ماجد في البحرين، كانت بالبحرين ساعتها.
وحسيت طب ايه ده الموضوع حلو، وانا اصلا جاي من باك جراوند كوره، بحب العب موضوع كومبيتيتيف، بحب اخد الموضوع بجد، ما بحبش اعمل حاجه كده نص لبه زي ما بيقولوا، بركز فيه. بس من هنا جت بقى ان انا كومبيت، وكان احمد بيساعدني في الحته دي. اوكي هايل. دي كانت ده كان السؤال. ده كان السؤال والاجابه وافيه والاجابه حلوه وجميله يعني. الاجابه حلوه. اوكي طيب عايز تسال ولا اسال انا؟ توكل على الله. اتفضل أسأل أنا؟ اتفضل. طيب. تخش في المنتل بقى. لا قبل المنتل لان برضو احنا الرياضه كافيو زي ما انت كده شرحت فيها 3 حاجات مختلفه، ويمكن انا برفلكت في حلقه قبل كده زي المارشال ارتس كده اللي فيها صح. البوكسينج الام ام اي فيها حاجات مختلفه، وبرضو الرياضه الكروسفيت فيها حاجات مختلفه، وده مش طبيعي يعني، ده بيبقى لود زياده عن اي رياضه. فاحكي لنا كده، اصلا انت راجل لو وصلت ما شاء الله ليك رانك في الريجن، انت اسبوعك بيبقى عامل ازاي كراجل اثليت بقى بتلعب يعني برضه هقول لك حاجه زي كده، لان ده معتقد يعني ده حقيقي وده صحيح لما تبص اللعبه من بره. بس لما تخش وتلعب اللعبه، عارف انت بتكون حاجه انت مش فاهمها قوي، فبتبص عليها تاخد الاوفر فيو او تجادج. لما تيجي تخش الموضوع تحس طب ما هو الموضوع بسيط. اي حاجه في الاخر معقده ليها تبسيط، ده قصدي يعني، فاهم قصدي؟ فكروسفيت او اللعبه دي مبسطه جدا، يعني اي حد يقدر يلعبها بجد. اي حد يقدر يلعبها، مش لازم النهارده لما العبها اكمبيت فيها. انت كنت بتسالني السؤال ده، ممكن اكون بلعبها لصحتي، هي كويسه للصحه، فاهم قصدي؟ بس مش لازم اكون باخدها في كومبيتيشن ليفل يعني. ده السؤال. لا هو مش هو ده السؤال، بس شكرا لتوضيحك، لان انت وضحت حته يمكن ما كانتش واضحه، ان انت ممكن تخش تلعب على كهاوي فور يور هيلث، ممارس يعني. بس انا كان سؤالي اكتر يا كافيو، لو انت بقى هو كام تقريبا كام في المية في مصر، وانت برضو واحد من الليدرز في الكروسفيت في مصر، بيلعبها كهاوي، كام واحد بيكمبيت؟ لا 90% مثلا بيلعبوها كده يعني. حلو. 10% او ممكن اقل يعني بيكمبيتوا يعني، فاهم قصدي؟ ات هاي ليفل مش هتلاقي ناس كتيره بتكمبيت يعني، برضو الكومبيتيشن فيها كذا ليفل، فاكر لما بقول لك؟ ايوه. فات هاي ليفل مش هتلاقي ناس كتيره بتكمبيت، النسبه قليله جدا يعني. حلو. طيب بالنسبه بقى اللي هم النسبه الصغيره، تمام، الناس دي اسبوعها شغال ازاي يعني؟ هل ينفع مع شغل؟ هل ينفع مع دراسه؟ النيوتريشن اخباره ايه يعني؟ فاهم؟ صح. لان فيها فرق كتير يعني بالبلد يعني. اللعبه فيها لو انت هتكمبيت اي ثينك ان فيها فرق. يعني مستوى تضحيات بص يعني في كذا فاكت في الموضوع، فمش عارف ابدا منين، بس هحاول كده اجمع افكاري براحتك. انت برضه عشان تبقى جامد في اللعبه، في اي لعبه، خلينا نقول ان جنرال عشان هي في الاخر لعبه، عشان تبقى جامد في اي لعبه انت محتاج يبقى عندك التالنت. خلينا نتفق على كده. صح. يوسين بولت اسرع شخص في العالم على وجه الارض، هو ما تقوليش ان هو اتعلم السرعه، لا هو سريع، هو تالنتد وسريع، في البيس موجود 90%. 10% بتبقى بقى، او ممكن نقول 80%، 20% بتبقى بقى اللي هو التمرين بتاعي، الهارد ورك بتاعي، المنتل تافنس بتاعتي، وهكذا. بس التالنت دايما، او بتلاقي ناس توب مايكل فيلبس نفس الحاجه يعني، حتى بيقول لك انه ايده كبيره يعني، ايده مختلفه عن الناس، فاهم قصدي؟ تالنت عنده تالنت مختلف. بعد كده بيبقى كله تمرين. نفس الحاجه بقى عشان تيجي تكمبيت ات هاي ليفل في كروسفيت مثلا، انت لازم يكون عندك تالنت في حاجه، ما ينفعش تكون انت النهارده جاي بنسبه كبيره يعني، عشان ما اظلمش برضه الناس اللي ما عندهاش تالنت، بس شوف التالنت بتاعتك في ايه، بتكابيتالايز عليها وابتدي تحسن الحاجات التانية. لكن ما ينفعش يكون داخل زي ما قلت لك النفس بتاعي وحش، الليفتنج بتاعي وحش، موبيليتي وحشه، جيمناستكس مش كويسه، وعايزه كومبيت في اللعبه. لا الموضوع هياخد منك وقت كبير قوي، وعشان تبقى التوب ساعتها انا ما اعرفش هتحصل. التوب ده بجد بيبقى تالنتد جدا، عنده تالنت وعنده، انا بتكلم قوي على التالنت بس انا مش بقلل من المنتل تافنس ولا من الهارد ورك. انا اصلا شخص ممكن يكون اقل واحد تالنتد مور انتو هارد ورك والمنتل تافنس من التالنت، بس عارف بس في ميزه يعني، عارف يبقى عندك ميزه كده. انا اللي انت بتقوله ده كافيو بشكرك عليه حقيقي، لان الموهبه بتختصر وقت، هي مش بتختصر حاجه تانية، بتختصر وقت. انت بادي من 7 من 10 وانا بادي ب3، انا ممكن احصلك بس اخد وقت اكتر بكتير يعني. انت قلت تاخد وقت اكتر بكتير، ويا عالم مع الوقت ده ما هو الموهوب ده كمان بيتمرن هو هيوصل لفين. فطبعا هي مش خناقه الموهبه ولا الجريت والريزيلينس، الصلابه والمرونه والاصرار، لا هي مش دي قصاد دي، هم مكملين. بس لو انت بادي من حته الموهبه قليله قوي، ده هيطول عليك الوقت كده. مشوارك هيبقى اطول، مشوار طويل ولكن بوسيبل، بس مشوارك اطول. فانت بقى لو ما عندكش الصبر والمصابره انسى. حلو. هاي
طيب ما تيجي بقى ناخد جامب صح. ستارت كده على الحته يعني ايه اللي بيميز الكروسفيت؟ مش بيميزها يعني منتلي الرياضه دي عشان تلعبها محتاج معاك ايه؟ محتاج ان انا يبقى عندي طبعا جايدنس، بروبر جايدنس. اوكي. الجايدنس دي بتتمثل في كذا حاجه. اول حاجه كوتش او بروجرام اللي انا ماشي عليه لازم يكون مع حد فاهم، لان زي ما اي حاجه فيها ناس فاهمه وناس مش فاهمه، اللي فاهم هيأثر عليك الطريق من الاخر. محتاج بروبر نيوتريشن، اخصائي غذاء. وبقول اخصائي لان بتفرق قوي لما يكون حد بيديك ديب يعني في النيوتريشن من حد تاني عارف انت برضو واخدها حافظ كلمتين. احنا فاهمين الفرق بين الاكسبرت وبين اللي هو لسه بيبدا مشواره بيجرب. صح. الحاجه الثالثه لو هكمبيت في كروسفيت بقى وموضوع دخلت في ليفل عالي، منتل كوتش بالنسبه لي كانت اكتر حاجه فرقت، لان انا عملت دي وعملت دي وما كنتش عملت دي. اوكي. لما عملت دي لقيت فرق جامد جدا جدا جدا. فالثلاث حاجات دول لازم يكونوا اوفر فيو موجودين يعني. ايه معلش يا شريف اسال حاجه هنا، انت قلت عملت دي ودي، ايه اللي خلاك تقول انا محتاج منتل كوتش انت شخصيا؟ دي حاجه، ده سؤال حلو لان انا فاكر الانسيدنت يعني. انا فاكر ان انا مبدئيا انا كنت عارف انت ممكن يكون مثلا حياتي كانت كروسفيت، مش شخص اسمه مش عبد الرحمن بيلعب كروسفيت. اوكي. في حاجه تفرق، فاهم قصدي؟ حياتي كانت بتدور حوالين اللعبه وده كان غلط، وبقول لاي حد ان ده غلط. انت شخص ليك ايدنتيتي، وكروسفيت دي حاجه انت بتحبها، بس انت مش كروسفيت، انت مش اللعبه دي. لان في اي وقت ممكن تفشل، ممكن في اي وقت اكيد يعني ده possibility ما تنجحش، هيجي لك ايدنتيتي كرايسيس جامده جدا. تمام؟ ده مش معناه ان انت تاثر في حبك لحاجه يعني او تبقى ديديكيتد ليها برضه، عشان متفقين. فدي حاجه من الحاجات اللي كانت مهمه. انا فاكر انسيدنت في الريجن اول ريجن اللي رحتها اللي هي افريقيا، كنت بقول لكم عليها، كنت من توب 30 في افريقيا ورحت لعبت. كنت داخل عارف انت بمنتل تافنس. انا فاكر ان عندي منتل تافنس مبدئيا، عندي فكره ان عندي منتل تافنس لان دي طبيعتي في اي حاجه بودي يعني بجيب اخري. بس منتل تافنس جزء كبير قوي منها البريباريشن. تمام؟ انك تعرف نفسك، انك تعرف امكانياتك، انك تعرف امتى تمشي على ايه والبيسز والحاجات دي كلها. فانا كنت داخل مع ناس كويسه قوي. انا كنت هنا في التصفيات اللي هي الربع النهائي، كنت طالع السادس على افريقيا، هم بياخدوا واحد، فاهم؟ فهي وان شوت زي ما بيقولوا. فرحت انت عندك بيبقى عندك 6 ايفنتس، كل ايفنت ب 100 بوينت. تمام؟ بيبقى في الاخر التوتال بوينتس اللي بيصعد اكتر واحد اخد بوينتس يعني. فاول ايفنت كان فيه حاجه انا مميز فيها اللي هي نفس، ده الحاجات اللي انا مميز فيها باي نمبرز يعني. فرحت كان عندي كوتش شاطر قال لي امشي على كذا كذا كذا، البيس بتاعك هيبقى كذا كذا كذا. اول ما دخلت لقيت الناس الجامده، في ناس جامده معايا، كان الاول والتاني كده صعدوا قبل كده الجيمز يعني، ماشيين على بيس. وانت بيبقى عندك شاشه كده بتشوف البيس قدامك، ماشيين على بيس مثلا الاسيوم 31، انا المفروض امشي على 1:45. فانا من اول دقيقه قلت 1:35 وانا المفروض لا ده انا همشي 1:35. ما انا شايفه بقى هموت نفسي، مسترجل اكلم نفسي بالطريقه دي، فاهم قصدي؟ مشيت عليها. التمرين اخذت هي المفروض تلت ساعه يعني. انا عملتها في البوكس، انت بتعمل التمارين بتجربها، عملتها في الجيم اخدت تقريبا 20 دقيقه، عملتها هناك اخدت 23 دقيقه. فاهم قصدي؟ لان انا اول ما نزلت من ال 31 دي نزلت في حاجه بتعملها بيربي بوك جامبس، بتنط فوق حاجه، رحت وقعت على البوكس فاهم؟ اخدت على وشي وعرفت بس خلاص كده انا اتكيكت ان حرقت زياده جدا، اتكيكت ان ومشيت على بيس حد تاني. ده كانت اكتر حاجه غلط. الويكند بتاعي باظ كله بقى، جالي تسمم، عارف ديبريشن، عارف حسيت ان انا خلاص وحش ضعيف، ابتديت اكلم نفسي بالنيجاتيف ثوتس، مع ان كان لسه ممكن اكمل واعوض، بس الدنيا ما مشيتش. كان في حاجه غلط، ما كانش نيوتريشن، وما كانش نيوتريشن كان جزء بس ما كانش ده المين، ومش تمريني، فاهم قصدي؟ كنتش عارف الغلط يعني. حلو يعني. عايز اقول هنا حاجه معلش، اربط ما بين اللي انت لسه قايله، فكره ان اختزال الرياضي في هويته ليه دعوه بالرياضه بس، وقد ايه ده محتاج صلابه ذهنيه ان انت توسع اللينس، توسع رؤيتك. ونفس الحاجه معاك لما انت وقعت في سبق او مسابقه او وات ايفر، انت بصيت على ده بس، ما بصيتش على بقيه المسابقات، ما بصيتش عليها بشكل اعرض، كان ممكن تديك موتيفيشن، ممكن تديك امل، ممكن تديك سبب للاستمرار. ممكن اكلم نفسي بطريقه بوزيتيف يعني، في مليون حاجه. بالظبط. المخ على فكره من اصعب العضلات اللي ممكن الواحد يشغلها.
كان حتى فاكر محمد صلاح كان منزل حاجه ان هو بيعمل ربع ساعه مديتيشن وبيقول لك ان دي اصعب من اي تمرين بتعمله صح. فهو فعلا المديتيشن والمايندفولنس والتفكير الايجابي انا شايف ان دي من اصعب الحاجه ان الشخص يقدر يعملها لان احنا واحنا صغيرين متعودين ومتربيين على احنا نتمرن جامد والكلام ده كله يعني بس في حاجه ناقصه ودي مش موجوده في الرياضه في مصر يعني استرجل ايه ده موت نفسك ما تسيبش مش عارف لا خالص اتغيرنا خالص يا لينا يعني الموضوع مش كده خالص يعني فاهم خالص طبعا الموضوع مش كده خالص. طب لو انا عايز اكمل على اللي انت بتقوله وانت الكيس وشكرا اللي انت يعني بتكشف لنا كده عن اسرار انت خسرت فيها ودي ان دلت على شيء تدل على صلابتك الذهنيه اللي انت قادر تقولها. بس طيب ده قبل المنتال كوتشنج في الحاجات اللي بعديها بقى في الريسز اللي بعديها وفي السباقات اللي بعديها ايه اللي اتغير يعني كافيو بقى يعني انت لو انت تسمح لي يعني اقول لك ايه انت مخك فك في الريس ده بيقولوا اللعيب فك فانت فكيت ازاي قدرت ما تفكش في الريسز اللي بعديه؟ لا يعني دي برضو عندي حاجات فاكرها كويس قوي. اول حاجه يعني المقوله الشهيره confidence comes from preparation الثقه بتيجي من التجهيز. فانت ثقتك في نفسك في البطوله هتيجي من قد ايه تجهيزك كان موجود في التمرين. تمام لو عملت اللي عليك في التمرين دي بقى الحاجه الفارقه يعني عملت عليك في التمرين عملت اللي عليك عشان بس ما نجيش نقول احنا بندي نص لبه برضو لا انت عملت عليك. ما تحطش على نفسك اي بقى عبء في الاكسكيوشن دي يعني في زي ما بنقول يعني في الكومبيتيشن. خلاص الكومبيتيشن فيها باد لك وجود لك 100% فيها مواقف توفيق وعدم توفيق في حاجات هتحصل غصب عنك هتغلط ممكن تغلط ممكن لا. طب لما تغلط هتعمل ايه؟ تمام انت ما تعرفش المنافسين بتوعك برضو بيعملوا ايه يعني انت فاهم قصدي. بس اللي انا متاكد منه ان زي ما انا كنت قلقان او انا ببريبير او انا وقت الكومبيتيشن عندي شويه ستريس انا عارف ان اللي قدامي عنده نفس الحاجه. لازم تبقى عارف كده اللي عنده الادج اللي بيكسب اللي بيعرف يكنترول الستريس ده ويحطه في الحته البوزيتيف يعني زي ما بيقول. تاني حاجه حصل لي موقف في بطوله العرب مثلا اللي فاتت عشان ده عادي بقى خلاص ما انا دخلت بقى بطولات بعدها كتير. حصل لي موقف في بطوله العرب اللي فاتت مثلا كان في جري جري. تمام زي ما قلت لك الحته دي ده كان ايفنت 1 خلاص. انت لما بتعرف نفسك كويس في حاجه عندك ادج لازم تطلع فيها من التوب 3 توب 5 ده اللي هيديك ادج في اللونج او في الكومبيتيشن في الويكند يعني. ففي بطوله العرب جريت كان في جاريه في الاول جريت بعد كده بتجري تمشي تروح على الليك كان في غردقه على الليك او انا كنت اول واحد نزلت الليك. تمام عشان الجاريه عندي كانت كويسه الحمد لله اول واحد نزلت الليك وكان جنبي واحد لازق فيا او اتنين. نزلت الليك انت بيبقى فيه كده بيم صفرة المفروض تروح لها تلف وترجع. انا بدل ما امشي كده مشيت كده ومحدش بينادي لي بقى محدش وانا بقى ايه في الغردقه ما بيعرفش يوقفها يعني خالص بقى ولا في الغردقه وبطلع بقى يا جماعه بطلع من العمق الليك مش شايف حاجه قوي برضو بتطلع يا جماعه بتسال واحد عارف انت بولي قطاع تلاقي واحد قاعد على مركب جاي بيضحك في وشك اصلا انت مين يا عم مش تيجي على انجليزي سايح يا معصبك اكتر اقوم طالع لغايه ما شفت البيم رحت لها يعني بس كنت عمت مثلا مش اقل من 75 متر غلط 75 متر ده اصلا اي حد يلم عليك يعني طبعا. رحت لغايه البيم بقى بعد ما مشيت مسافه طويله ورجعت موتت نفسي طبعا بقى على قد ما اقدر في الجري والكلام ده كله بس طلعت فيها ال 13. فطبعا ده كان ايفنت 1 انا اصلا رايح عارف ان ده ايفنت هاخد فيه كذا ده كذا ده كذا ده كذا طلعت فيه 13. طبعا لو انا بقى ما عنديش المنتل تافنس زي قبل كده او مش منتل تافنس يعني عنديش الاويرنس زي قبل كده كنت فكيت فاهم. بس اتعلمت ان انا خلاص غلطه اقفلها عادي خش اللي بعده ركز خلصت الويكند يعني خامس. بس طبعا لولا الغلطه دي كنت ممكن ابقى في 100% بالبوينتس اللي كانت قدامي كنت ابقى ثالث يعني 100% كنت ابقى ثالث او ثاني ما اعرفش بس يعني كانت بوديوم اكيد بس ستيل يعني عارف انت بتقعد تعوض بقى بتكمل. بس اهم حاجه ما تجيش عند الغلطه وتمسك فيها وتقول حياتي باظت يعني تقعد تتشحتف بقى وكده وحاجات كده تقعد تشحتف في حاجات زي كده. ممكن تشحتف بعد الريس بس وسط الريس وسط الريس بعد ما تخلص بعد ما تخلص الويكند. بس وانت برضو قلت جمله حلوه قوي انا برضو عايز اقف عندها ان كافيو كان بيشرح ايه هو الفرق بين الاوتكم جول والبروسيس جول. بمعنى ان انت الاوتكم ده انت واقف على البوديوم ولا لا اخدت اول تاني تالت او لا او في فاكتورز كتير وفي غلطات
لكن اللي تحت ايديك وتحت سيطرتك هو البروسيس جولز، اللي هو النيوتريشن، تدريبك، نومك، الريكفري بتاعك، يعني ده اللي تحت ايديك، هو ده اللي انت تقدر تسيطر عليه. يوم الريس ده انا بحب اسميه دايما، انت قلته اكسكيوشن، انا بقوله السيليبريشن. يعني فاهم، وقت الامتحان يكرم المرء قوي. فانت اكشلي انت مش بتخش امتحان الكيمياء ولا الفيزياء عشان تبين شطارتك، لا هي شطارتك بانت اوريدي وانت بتذاكر. وانا بذاكر وانت بتذاكر صح. والربط كمان يا شريف الكافيو عمله ما بين استعداده قبل الماتش وجايب اخره فعلا ولا لا، وما بين ادارته للمخاوف، وكأن ده هو اللي بيساعدك ان انت تدير مخاوفك. يعني انا مع كامل الاحترام ممكن اقعد عندي بطوله مهمه ما بتمرنش، هدير مخاوفي ازاي اصلا؟ مش عامل اللي عليا. انت بتديرها بالاستعداد الجيد، بتدير ان انت جايب اخرك. ف صح يعني صح. شكرا your best is enough. عندي هنا طيب سؤال قد يبدو كليشيه، ولكن بحس وبتبقى اجابته شخصيه جدا، ومن هنا ممكن تلهم الناس لحاجه. ازاي بتحافظ على ان انت تبقى دايما موتيفيتد؟ ما فيش حاجه اسمها موتيفيشن، يعني انا مقتنع ان ما فيش حاجه اسمها ده وش كده. الموتيفيشن ده بنسميه او بقول له يعني شعور على التوتو. ايوه لا خالص، بس هو شعور لحظي. تمام، ما بيعيش. ولو انت عايز تبقى كويس في لعبه انت محتاج تعيش في الشعور، يعني فاهم قصدي؟ فانت انسى موتيفيشن خالص، وكرييت هابتس وكونسيستنسي، هي اللي او الاستمراريه والمثابره هي اللي هتوديك اي حته. لان انت هيعدي عليك ايام، مش هيعدي عليك ايام، انت هيعدي عليك لحظات متحمس، وباقي 90% من الوقت انت مش متحمس. فهتعمل ايه؟ هتدور على الحماس ازاي؟ مفيش حاجه اسمها حماس. طب حماس موجود والبنزين يعني، بس البنزين بقى ايه اللي هنا حلو؟ يعني مفيش حاجه اسمها، وانا مع يعني رايي الشخصي انا مش بعيد عن اللي انت بتقوله بصراحه، انا ماشي. موافقه. كويس. بس محتاج لاير كده، او محتاج مفاهيم معينه هي اللي تديني بنزين، عشان وانا مش متحمس انزل بين قوسين اعمل اللي المفروض اعمله. لازم يبقى عندك وبرده ده كليشيه بس ده اللي بيشتغل، يبقى عندك رياليستيك جولز. يعني دايما تسات رياليستيك جولز، اهداف واقعيه. اهداف واقعيه تقدر تحققها، ولما تحققها تخش على اللي بعده. ديفاين برضو او عرف الواي، بنسميها الواي بتاعتك، انت بتعمل كده ليه يعني. ولازم تبقى واضح، لان انت في الظروف اللي هي اوت اوف موتيفيشن، او في تمرينك اللي هو بيبقى صعب، او ايا كان في الحياه يعني، لو انت مش عارف انت بتعمل كده ليه هترمي فوطه زي ما بيقولوا. حلو. بس يعني انا بحترم اجابتك، بس هي الناس مختلفه لو هتسمح لي يعني اقول، لان انت في واحد ممكن يبقى عنده موتيفيشن هو يعمل فلوس من اللعبه دي عشان يصرف على اهله اللي في المحافظات مثلا، يعني موتيفيشن تاني لا والله انا عايز اخد رانك وسط المجتمع بتاعي ان انا بطل العرب او بطل افريقيا. في واحد تالت يا جماعه انا الموتيفيشن بتاعي انا بحب اللعبه، انا عايز اقضي وقت. في ناس تانية لا انا هسيب مراتي واهرب من البيت. موتيفيشن ممكن يبقى اب تو ذا ليفل انا بسيب العيال واروح العب اللعبه. احنا متفقين بس احنا مختلفين في الكلمه. انت قلت موتيفيشن، انا قلت الواي. اوكي. فهي ده الواي بقى، ده بالنسبه لي ده الواي، لو انت بتعمل كده ليه، فاهم قصدي؟ لكن انا قصدي اقول ايه، ان انت النهارده موتيفيشن يعني ايه؟ يعني موتيفيشن باي ديفينيشن ايه؟ ان حاجه بتديك حماس مثلا، بنزين حاجه بتشجعك لفعل شيء. هو مثلا انت بتفضل تشتغل 3-4 اشهر على بطوله، ما انت محتاج بنزين يا ريس للبطوله دي. بس هو شريف هنا معلش برضه هو في نقطه، لو الموتيفيشن فعلا باي ديفينيشن ان انا اعمل تاسك معين او تمرينه معينه، فهو كابيو هنا انا معاه في حته ان ده مش هيديني استمراريه. يعني انا هنزل اتمرن انا متحمس تمام، طب التمرين اللي جاي، طب بعده. ومن هنا لو انت مشبكها بالبيج واي بسبب وجودي في الرياضه دي او غايتي من الرياضه دي، اعتقد انا معاك هيبقى سبب اقوى. كوبي براينت قال حاجه قبل كده سمعتها برضو في بودكاست او مش فاكر على يوتيوب، ان معظم لعيبه الام بي اي بيقول لك ان اللعب في الام بي اي مش صعب، او يعني هو اكيد صعب، بس بيوصل لليفل ان في لعيبه كتيره قوي الموتيفيشن بتاعها او الواي بتاعتها ان هي يبقى معاها فلوس. وانس ما دخل في ام بي اي اول عقد هو خلاص كده عدى تمام. اللي بيفضل هنا في الحته دي بقى ايه؟ حب اللعبه. كوبي براينت عشان عارف انه بيحب اللعبه، عايز يبقى احسن واحد في اللعبه، دايما احسن واحد، ده اللي بيخليه يوصل. فحب اللعبه زي ما الشريف قال، او حب اللي انت بتعمله بيديك ادج ابن لذينه. لان الناس فعلا لما بتوصل للواي بتاعتها، اللي هو يقولوا بالذات لو الواي بتاعتها فلوس شهره، طب هتعمل ايه بعد كده؟ خلاص ما انت اتشهرت، طب ما انت بقى معاك فلوس،
بقى خلاص مبقاش عندك الدافع. لكن لو انت بتحب اللي بتعمله، انا حاسس ان دي اكتر حاجه هتبقى سستينبل او فيها اكتر حاجه استمراريه يعني. وانا موافقك ده طبعا. بالنسبه يعني 100% على اللي انت بتقوله طبعا. لان ده بيدي بيدي يعني اثر طويل المدى جدا. بتحب اللي بتعمله فعلا. صح. هايل. طيب ممكن ننتقل بقى لفكره الكروسفيت كوميونتي. تحس كده ان هم بوند واصحاب مع بعضيهم واخوات يعني تحس ان هم كده جانج، فاهم؟ ما اعرفش انا يعني، محدش يزعل مني يا جماعه، بس بحس ان هو ايه، احنا كروسفيت كوميونتي، وانت واحد ما شاء الله من الليدرز في مصر. شكرا. من الفاوندرز. لا دي مش مجامله، ده فاكت يا ريس. فانت شايفها كده يعني فروم هليكوبتر كده في منظور افقي، ليه الناس دي اصلا متجمعه مع بعض كده؟ التمرينه اصلا جماعيه، انت بتخش الساعه 7 ل 8، احنا 20 واحد بنعمل نفس الحاجه، بنشيل اوزان مع بعض، بنتعلم حاجه مع بعض، عارفين بعض، بنيجي كل ساعه مع بعض كل يوم، فاهم قصدي؟ ففي بوند، وبنجو بقى ثرو او بنعدي بمراحل متعبه، بنوفركم مع بعض، فاهم قصدي؟ عارف انت زي يعني هنقول تمثيل بس مش نفس الحاجه يعني، بس اللي هو لما حد بيروح يحارب مع حد بيبقى خلاص في حاجه كده، في ترابط انت عمرك ما بتعرف تكسره. فالناس دي في الاخر بتسافر مع بعض، في الاخر بتوفركم الحاجه مع بعض، وكل يوم بيشوفوا بعض. غير لما اروح مثلا جيم، وده مش تقليلا من الجيم، بس في الجيم انت كل واحد بيعمل حاجه، كل واحد بيعمل اللي هو عايز يعمله، كل واحد بيعمل الدايركشن بتاعه، بيجي في ساعه، ده بيجي في ساعه، مفيش الترابط ده. فانا بقول ده يمكن يكون السبب. فكرة انا خدت منك كلمة دلوقتي قلتها، كلمة عبقرية بجد، ان كلنا سافرنج مع بعض. يعني السفر مع بعض، المعاناة الجماعية دي اقوى بكتير من الهدف الجماعي. يعني دي حقيقة. عارف لما انت انا وانت اللي هو جاي بجد احنا جايبين اخرنا ومش قادرين، هي في بوند دي كده، حقيقة. غير ما احنا ممكن واصلين لهدف ممكن يبقى فيه تنافسية. احنا النهارده احنا عندنا في السيشن مثلا، اول واحد بيخلص اخر واحد بيخلص ده اللي بنسقف له، مش اول واحد. انت فاهم عايز اقول ايه؟ اخر واحد بيخلص، كل الناس بتبقى واقفه بتشجعه عشان يخلص زي ما هم خلصوا، عدي معايا زي ما انا عديت. وفي الاخر بتلاقي، فاهم قصدي؟ مش هتلاقي كده في الجيم، مش هتلاقي كده في اي حته كمان. بس ده اعتقد ده هو ده اللي بيجيب ترابط يعني. موافق بنسبه كبيره قوي كده، لان يعني انت فكرتني موديل كده كان بيتشرح في هاو تو كرييت هاي بيرفورمينج تيمز، وازاي تبيلد تراست ما بين البني ادمين. وانت شبهت بالجيش والناس اللي بيخشوا مع بعض الصاعقه والحاجات دي، فبيقول لك ازاي العسكري ممكن يروح ياخد الطلقه عشان يحمي مثلا الكتيبه بتاعته او يحمي زميله. الناس دي ازاي بيوصلوا للمرحله دي؟ ازاي بيوصلوا لمرحله التضحيه؟ طبعا مش بقول الكروسفيت او في الشركات بنعمل كده، بس هي ساينتفكلي انت بتعدي بليفلز اوف ايموشنز، منها السفرنج، ومن اول ما بتبتدي تخش في الكونكشن بيبقى فيها ايموشنز وفيلينجز، يبتدي من هنا التراست. بعديها بتوصل بقى لمرحله الساكريفاي، وده بيعلموه بقى في الجيش. ده عشان كده سايمون سينك كان بيتكلم عن حاجه زي كده، صح؟ سايمون سينك طبعا هو بيحب يتكلم في التوبكس دي، بس التوبك ده او الموديل ده يعني جاي من حاجه اسمها سيلف ديفلوبمنت انفنتوري، انجليزي كده، كان سايكاتريست عمله زمان، كنت اخدته في بروجرام يعني. فعلا الناس بتبقى خلاص في تراست، يبيلد تراست، اللي عارف ان اللي على يمينك وعلى شمالك ده عمره ما هيخونك زي ما بيقولوا يعني، فده في الجيش يعني. فاللي هو انا هعمل اي حاجه عشانه، في تراست غريب يعني. بس طبعا يعني احنا بنقول حاجه ابسط شويه عشان الناس ما تحسش ان احنا بنبالغ، بس ده يعني ممكن حاجه ابسط شويه في طبعا ابسط، بس ده فاكت. وكمان لا معلش يا كافي، برضو في نقطه مش مبالغه، هو في رياضات فعلا بالبلدي كده ريحتها حلوه الناس نظيفه، وفي رياضات معلش لا الناس مش سالكه وفيها صراعات رهيبه، والرياضات الاكثر شهره فيها الكلام ده يعني. فيعني شكرا. كل ما فلوس تزيد، كل ما خلاص الانسان بيجري ورا بقى مش يعني ممكن فرق كوره تبقى فيها سلكان، بس هي حتى لو هي كومبتيتيف جدا وفاينانشالي بيجروا ورا حاجه يعني، وفي فرق كوره تانية لا دي بتنجح ودي ما بتنجحش فعلا. تلاقي دي بتنجح، ليه بتنجح دي ليه في ايه كده. وعمر كمان ان المسابقه اقصر اكيد من الكوره، وانتوا كناس بايونيرز في الرياضه دي، انت والناس اللي بدات معاك هتلاقيكم بداتوا مع بعض، كنتوا سنا اصغر محتاجين دعم بعض، عارف الحاجات دي كلها بتشكل ان الكوميونتي يبقى فيه ترابط، بعيدا عن الاسباب اللي انت وضحتها وانت معاك حق فيها مليون في المية. علمتك ايه الكروسفيت؟ يعني هي لو علمتني كلمه مثلا واحده، فهي علمتني مصابره. ازاي ده بقى بيفيدك في حياتك بره؟ يعني دايما يقول لك ايه، الصيد بيعلم ايه، الصبر. الشوتينج بيعلم التركيز. رياضه الكروسفيت دي بقى كرياضه
بتعلمك ايه كمان؟ لا اصل هي رياضه الكروسفيت دي انت خلي بالك اصعب قرارات بتاخدها في حياتك، انا بقى مقتنع بكده بس ما اعرفش علميا ايه يعني، بس اصعب قرارات بتاخدها في حياتك وانت الهارت ريت بتاعك تقريبا اعلى حاجه. يعني لما الهارت ريت بتاعك يبقى 170، فاهم قصدي، وعندك القرار ان انت توقف، اسهل حاجه توقف، ما هو قلبك انت بتموت، ولا كمل. لو كملت انت بتوفر كم مخك بطريقه قويه جدا، وده اللي بيعلموه في المارينز يعني، ده المارينز وفي الجيش يعني اعتقد يعني. فهي كروسفيت او اللعبه بتحطك في مواقف اللي هو انا ببقى ميت ولازم اكمل. نفس الحاجه في الحياه، الحياه مش سهله، الحياه مش سهله خالص. بيبقى عندك مواقف يا اما تاخدها وتنام على جنب، يا اما تكمل وفاهم وتسيب رزقك على الله يعني. فهي حته المصابره جت من كروسفيت في الحته دي الصراحه، يعني بتعلمني منتل تافنس فعلا، ان انا اكمل من الاخر، اجو ثرو هل زي ما بيقولوا. فلما بيجي مشاكل الحياه، مشاكل صعبه طبعا ربنا يقدرنا، بس مشاكل الحياه بتقدر يبقى عندك، نقدر نقول ايه، ريزيلينسي او مرونه ان انت تستحمل اكتر. هلا ودي لوحدها اصلا كفايه، ده في ناس بتقعد سنين طبعا. وتعيش وتموت وبيبقى نفسهم يعني يقوي عضله المثابره او خلي بالك الريزيلينس. وده رزق يعني، المثابره نفسها زي مثلا ما يكون واحد ذكي، يعني عارف انت الذكي في حاجه او قنوع في حاجه ايا كان، يعني المثابره دي انا بحسها رزق، وهي حاجه ما ينفعش تشتريها، وبتبقى عندك. يا اما صعب قوي تديفلوب برضه، خلي بالك يعني، هقعد مع منتل كوتش، هقعد مع لايف كوتش، هقعد مع ايا كان، بس مش هتعرف تبقى عندك لو هي مش عايزها من جوه يعني، قصدي فاهم. فهي رزق، انا بحس ان هي رزق، تالنت ورزق، هي رزق، هي تالنت ورزق. يعني طبعا هي كل شيء رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكن واكيد في ناس بتتولد التربيه بتاعتها او سنوات المرعى زي ما انت قلت قبل كده، بتغذي عندهم حته انا اقدر، وهو ده السيلف وورث، هو ده اللي بيجي منه المثابره. فطبعا في ناس بيبقى متاخره اكتر من ناس فيها، ولكن ده مش معناه ان، بالعكس هو مسعى كلنا لازم نسعى فيه، لان زي ما انت قلت اعتقد لو في مهاره واحده في الدنيا، واحده بس هناخدها، يعني دي مهاره قد تكون هي مهاره استثنائيه فعلا. انا الحته دي بس احب اتكلم فيها، حته سبيريتشوال شويه الصراحه يعني، دي انا دايما بقول ان انا ممكن ربنا رزقني ان انا عندي الحته دي، بس انا ما اعرفش بكره ممكن يعني ممكن تاخد مني يعني، فاهم الحته دي شويه يمكن لما تكون عندك حاجه خايف عليها بقى، فبتحس ان انا سبيريتشوال، حاسس ان هي رزق يعني الصراحه. هي يو كان ديفلوب ات زي اي حاجه، بس اتس تالنت اند يو كان ديفلوب ات، بس هي انت حاسس ان هي رزقك، يعني انت حاسس موضوع شخصي، فانت حامد وشاكر يعني، الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا معانا لعبه بنلعبها مع الناس اللي بتشرفنا هنا. انت قدامك مجموعه كروت، كويس. الكروت دي انت هتفنطها، كل كارت في وشه عليه شعور، من عليه فيلينج يعني، من مشاعر مختلفه. هتسحب 3 كروت كل كارت لوحده، وتحكي لنا الشعور ده ايه القصه اللي وراه، او بيفكرك بايه، او امتى انت واجهته. ففنط الكروت واسحب كارت كده. ماشي بسم الله. لازم نفنط على ذكر الرزق يعني، ده رزقك ان شاء الله أيوة. يعني. كله خير. بسم الله. رضا. وري لي الكاميرا. الرضا. اوكي حلو. يعني بحس الحمد لله مهما كانت الصعوبات اللي بشوفها في شغلي، ببقى حاسس ان انا راضي جدا عن اللي انا بعمله دلوقتي، راضي جدا عن الصعوبات اللي انا فيها، وحاسس ان انا ربنا حاططني في حتة بقدر افيد الناس فيها، فبتديني شعور بالرضا دايما مهما كانت الصعوبات اللي بشوفها. يعني مش ملاك يعني، بس بتعب، بحس ان انا مش قادر، بريك داون، حاجات كلها اكيد بتحصل، بس دايما راضي وعارف ان انا في احسن حته ممكن اكون فيها يعني. الحمد لله، عشان الرابطه اللي انت قلتها، عشان حاسس الرابطة ان انت دي. بتفيد الناس، حاسس ان انت بالظبط بتعمل حاجه. شكرا يا كافيو حبيبي. لا والله بجد يعني، شكرا على صراحتك الصراحه وعلى يعني لا والله بسم حقيقي. الله، مش عايزين نتفاجئ. خجل. انت بتتكسف في الكافيو؟ انا الصراحه بتكسف يعني. حلو قوي. اقف هنا بقى، اكتر موقف اتكسفت فيه ينفع يتقال على الكاميرا كان ايه؟ حلو التوضيح. شعور سخيف على فكره، الشعور قوي شعور الخجل يعني. شعور مش حلو. ممكن اقوله يعني، بس هو شكله هو هيبقى عبيط قوي. ماشي. طب ماشي هقول. اتفضل. ماشي. خجل. يعني انا شخص زمان
كنت بتكسف قوي 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 اتكلم قدام الناس. اوكي. فكان في رول بلايز، احنا في شركه الادويه بيبقى في حاجه اسمها رول بلاي، وانت بتتعلم يعني ازاي تعمل كونفرسيشن مع دكتور. اوكي. فده بنعمله في الشركه قبل ما نروح نعمله مع الدكتور. اوكي. فبيطلعوك انت وحد مثلا ممكن يبقى الهيد او حد زميلك، ويبتدي يعمل هو الدكتور وانت اللي رايح تبيع له تمثيلية البرودكت، انت رايح تبيع له البرودكت. فاول ما دخلت الشركه جيت عند الوقت ده جيت عند الوقت ده وكان دوري هربت. اسماعيل ياسين قاعد بيركب نفس الورقه. لا هربت. انا فاكر ان انا يعني كسوف لدرجه ان انا مش قادر اخش واواجه يعني. هربت، مشيت هربت بجد. اوكي. فبس ده كان انا فاكر. مفيش حاجه في الرياضه عايز تقولها لنا؟ في الخجل في الرياضه كروسفيت. مش عارف. ولا انت مقطع بطاقتك في كروسفيت؟ انا مقطع بطاقتي شويه. آه. زمان كنت بتكسف، دلوقتي مم. مقطع. حصل شعور خجل، بس الحمد لله. لا طبعا حصل شعور خجل. في مسابقه الفيت من 3 سنين تقريبا. مم. كان في ايفنت بتعمل فيه انت الفاينل، احنا الفاينل مم. وتوب 10 هم اللي بيوصلوا الفاينل وبيلعبوا الايفنت بتاع الفاينل. فكنت من التوب 10، معايا بقى ناس من الجيمز وواحد اسمه فيكاوسكي، ناس من التوب 2 في العالم يعني، فاهم اللي انت بتبقى عايز تروح تلعب معاهم، وناس من الريجن، وكله توب كله توب. والايفنت عباره عن تعمل موفمنت لازم تعملها امبروكن، يعني ما ينفعش تسيب العقله. كانت 21 15 9. ف تشيست بار، حاجه اسمها تشيست بار ومعاها حاجه بالبار، تمام. فبتعمل 21 رقم معين بالبار ترجع، تعمل 15 رقم معين بالبار ترجع، تعمل 9 رقم معين بالبار تخلص تجري، تمام كده انت خلصت. فانا تشيست بار دي حركه سهله جدا يعني بالنسبه لاي حد في الحته دي، المفروض ان هي حركه سهله قوي. والارقام دي 21 15 9 هم ارقام سهله يعني تتعمل في اي وقت. عملت 21 رحت رجعت ماشيين مع بعض كلنا، دخلت بسرعه اعمل 15 ما جاتش 15، جت 14. اوكي. وقعت ايدي شدت. بس الشباب كلها رايحه جايه بقى خلاص ما عندهاش مشكله، انا اللي عندي مشكله. جيت اطلع تاني، امشي امسك اجي عند ال 12 اقع، اخر 3 مش قادر خلاص ايدي بتفيل. الجمهور كان 3000 واحد في الاستاد، مفيش مكان فاضي يعني، حتى في الكروسفيت ما بتحصلش. كل بقى بيتفرج عليا بقى، فاهم، اهلي اصحابي عيلتي كل الجيم اللي انا بمرنهم كل الناس في كروسفيت في مصر بتتفرج عليا. حد يحطني تحت السجاده؟ لا قعدت بقى مثلا بتاع 3 دقايق بحاول الناس تتفاعل معايا، بس انا مش عايز اوقف وامشي، وفي نفس الوقت عايزها تيجي عيب يعني مش عارف ايه. بس ده كان صراحه شعور بالخجل جامد يعني. يلا التالت. خوف. شعور حسيت بيه بالخوف، بس احنا بنحس بالخوف كتير قوي الصراحه. دينا بقى توب بقى يعني بجد، انت كنت من جواك ما يعني مش مرعوب بس خايف بجد. هل عندك من الشجاعه الادبيه اللي انت تشير ده؟ عادي. اوكي. عادي يعني. لا يعني اصل يعني اللي هيقول لك انا ما بخافش ده برضو يعني اهدى شويه نجم يعني. أيوة فاهم قصدي يعني عادي تحس بالخوف الصراحه. صح. طبعا في الكومبيتيشنز بحس بالخوف فاتكلمنا عليها، مش هنتكلم عليها، نتكلم على موقف تاني ليه دعوه مثلا بالشغل. تمام. احنا في وقت من الاوقات كان عندنا هانجر في مكان جديد عاملينه خطير وبتاع في الشروق يعني. وفجاه جالي امر من الحي ان احنا الهانجر هنشيله. ف انت لسه كنا عاملينه ولسه كنا فاتحين والمكان شغال كويس قوي وكان الحمد لله يعني، فاهم. تعرفش بقى اللي حصل، ناس جيران بقى دخلت، فاهم، مش عاجبها الوضع اي كلام، فعايزاك تمسكك من اي حته يعني. وده بيحصل كتير في مصر الصح للاسف يعني، ان الموضوع كان شكله شيك قوي يعني، بس وعايزين يعملوا امر، جالنا امر ازاله يعني من الحي. ف كان عندي شعور بالخوف شويه، لان انا برضو كان معايا في الموضوع ده يعني مش كله شغال بفلوسي. وموقف جديد عليا مش لاقي حد يساعدني فيه، لان الموضوع كان جاي من فوق قوي. كان الموضوع كان صعب. فكنت ساعتها خايف قوي الصراحه، خايف قوي من الفشل، خايف قوي مشروع يبوظ، خايف قوي من الديون اللي هتبقى عليا، خايف قوي من حاجات كتير قوي. ده كان حاجات اللي انا كنت يعني انت شوف افكار عماله تعلى، دي فلوس، ديون، فشل. بتنزل نفسك يعني، زي هاو دو يو جراوند يور سيلف، زي بتنزل نفسك على الارض من الخوف ده اللي هو خلاص I need to take action بقى، محتاج اخد اكشن وابقى هادي. بص يعني كده الخوف ده بيبقى معاك
في اليوم، يعني مش بنام عليه يعني، هو بس هو معاك طول ما انت ماشي، بتحاول تشوف حلول، تكلم ده تظبط مع ده تظبط ده، طب نشوف حلول ليجل مش عارف ايه، ده بيبقى معاك على طول. فتستي جراوندد دي خلاص، بتصلي وتدعي الصراحه يعني، ابسط حاجه يعني تصلي وتدعي. احلى حاجه. اتحلت؟ لا الهانجر اتشال فعلا، وجاء امر ازاله واتشال، وجبنا حاجه مكانه، وخسرنا فلوس بس كله بيعدي يعني. نقدر نقول برضو الموقف ده انه بيعلمك ان مهما كان الخوف ايه، لعله خير. كله بيعدي فعلا، كله بيعدي. يعني انت برضو بتحط في موقف انت بتخاف لدرجه ان انت ايه ده حياتي هتقف هنا، احيانا ما بتقفش، كله بيعدي. دي حقيقة. حلوه الجمله دي. لو انت في بيك الخوف يعني الحياه هتعدي. صح. لا وخصوصا ان هي يعني السؤال بتاعك هي اتحلت، اللي هو بترمي على النهايه بشكل ايجابي، هي ما اتحل يعني، ما اتحلتش، ولكن الحياه بتكمل. او لسه هو قاعد معانا وبنعمل بودكاست والدنيا حلوه. الحمد لله، بالعكس ما اتسجنتش الحمد لله. لا الحمد لله، معايا ناس بنت حلال الصراحه برضو في الشركه، والتيم بتاعي الصراحه انا مرزق بيه يعني بطريقه فوق ما تتخيل. رزق برضو، احلى رزق. صح طبعا، احلى رزق. احلى رزق. صح. ايه الاستراتيجيه، ايه اللي ممكن يحصل في مصر؟ ازاي نبنتريت اكتر؟ ازاي نتوسع؟ ازاي بدل ما يبقى 2-3 بيطلعوا على مستوى مثلا افريقيا ولا عرب يبقوا 20-30؟ يعني هي الرياضه لسه جديده، طبعا عشان تطلع من مصر اثليتس فيها، محتاج ان اللعبه يبقى فيها فلوس. خلينا نتفق يعني، الدرايفر الناس تلعب باللعبه مش كل حاجه بقى موتيفيشن وكده وذات وكده، لا لازم يبقى فيه ريتيرن مادي الناس تعرف تعيش منه. ده هيحصل ازاي؟ ان السبونسرز تبتدي تهتم شويه باللعبه، يحصل ان اللعبه بره نفسها تكبر، حاجه مش بايدك، فاللعبه بره تكبر. وفي مصر هتحصل ان انت نفسك تعمل بطولات في مصر، تبتدي تحرك اللعبه. احنا بنعمل بطوله اسمها هيت كومبات، مشارك فيها السنه دي 11 بلد، 300 متشارك، فاهم؟ فيها النخبه، فيها الانترميديت، وفيها السكيل اللي هم لسه بادئين. يبقى في فاهم الناس دايما بتشارك وبتلعب وبتتطور وبتعرف مشاكلها وهكذا. فاحنا مطلوب مننا الحته دي عشان نكبر اللعبه، وفي نفس الوقت البطوله عالميا تكبر، يبقى فيها فلوس وسبونسرز تبص عليها، الرعاة تخش فيها فتزود او تشجع الناس اكتر باهداف ماديه على اهداف ماديه، رعاة. ده عشان تكبر اللعبه ويطلع منها ناس اجمد في مصر، ده 100% يعني. انت شايف ان لعبه زي كده بالسكيل اللي هي فيه دلوقتي ممكن يتعمل لها اتحاد او تتبع اتحاد من الاتحادات؟ هي تبع اتحاد دلوقتي في مصر، تبع اتحاد اتحاد الالعاب الشوارع اسمه، هو سواء كاليستانكس وستريت ورك اوتس والحاجات دي كلها. اوكي. في اتحاد دلوقتي تبع وزاره الشباب والرياضه لسه بادئ. وبما انه تبع اتحاد الشوارع، ازاي ممكن نزود التواجد في الشوارع؟ يعني الاقاليم، المنصوره، دمياط، كفر الشيخ، الصعيد. هو طبعا لو البلد يعني في اي نادي بقى يبقى في الحته بتاعه الفانكشنال فيتنس، لو نقدر نعمل حاجه زي كده. خلي بالك الفانكشن فيتنس برضو مش محتاج حاجه يعني، مش محتاج حاجات كبيره، محتاج حاجات ممكن تنفع اصلا في الجراج. هو اسمه كونسبت جاي من جراج جيم، فالناس بتعمله كده في الجراج بتاعها يعني، وممكن تطلع احسن لعيبه، فاهم؟ فلو نقدر ناخد في حتت في نوادي الشعب كله يقدر يخش عليها، مركز الشباب وخلافه يعني. احنا نفسنا في هيت هنبتدي نعمل كورسز للكوتشز، يقدروا ازاي يطوروا اللعيبه اللي قدامه ويعلموا الناس صح، يتحركوا صح وهكذا، فاهم قصدي؟ وهتبقى حاجه افوردبل للناس كلها يعني. هايل جدا، ده خطوه فحاجات زي كده بقى تحصل، تحرك الدنيا جامد يعني. بس الفرصه موجوده في مصر فيها 100 مليون 110، فالناس انها تلعب طبعا ناس كتير قوي ممكن تلعب يعني، خصوصا كمان ان السن مفتوح، انت ممكن تلعب من وانت عندك 13 سنه عادي، 12 سنه عادي، لحد ما يبقى عندك مفتوح بقى. اوكي. في سؤال كنت مستني تتسأله وما تسألتوش، النصيحه اللي ممكن اديها للناس اللي هي عايزه تكمبيت في اللعبه او تلعب اللعبه على مستوى عالي مثلا، ماشي، هتبقى ايه اجابته؟ هيبقى اجابته مبدئيا لازم زي ما قلت لك في الاول تشوف جايدنس، حد يبقى عندك منتور ككوتش في الفتنس. حاجه مهمه قوي ما قلتهاش بس مهمه، انك تلاقي الناس اللي حواليك عندها نفس النظره زيك، دي مهمه جدا. تشوف بقى مشاكلك ايه والحاجات اللي بتخليك تفقد الشغف احيانا، او تحس ان انت وحش او بتكلم نفسك بطريقه غلط، وتشتغل عليها. دي حاجه من الحاجات اللي فرقت معايا جدا.
ويبقى عندك نيوتريشن جايدنس او برضه حد بتاع نيوتريشن كويس قوي. حلو. فدي حاجات اللي انا واصبر، خليك مثابر، اصبر، الموضوع بياخد وقت، فجأة هتلاقي كل حاجة بتكليك مع بعض وهتلاقي نفسك في حتة احسن، بس الموضوع بياخد وقت، ما تحبطش يعني. يعني انا حاسس حلو قوي الكام بوينت دول اللي انت حطيت اللي اتكلمنا فيهم كله ايه في كبسوله واحدة، كده. في كبسوله في مكانها يعني. لا بصراحة الكونفرسيشن كانت معاكم حلوة جدا، سهلة وأسئلة كويسة، وفعلا أتمنى نكون ساعدنا الناس يعني في حاجة. بإذن الله يا رب. شكرا ليك يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. شكرا للناس اتفرجت. بليز لو عجبكم الحلقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية من MTC بودكاست. ان شاء الله. سلام. ثانك يو.